السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، إن شاء الله تكونون بخير. رجعنا فيديو جديد. اليوم راح أحكي لكم عن تفاصيل مهمة في حال إذا أنت كنت مقيم بتركيا مقدم على اليو منتظر مقابلة، أو في حال أنت قابلت. معلومات كلش مهمة أتمنى تنتبهوا لها وتكون عندكم بالصورة. راح نبلش بالناس اللي بعدهم لحد الآن ما مقابلين ومقدمين على شرط طلب اللجوء. يعني لحد الآن أنت مو لاجئ، أنت مقدم على لجوء. أهم شي حتى يقبلون قضيتك لا تقعون بالخطأ اللي أنا وقعت بيه وسبب برفضي. زين، أهم شي بالمقابلة أنت لازم تركز مبدئيا إنه تعرفهم بنفسك تماما. زين، ثانيا لازم تحكي قصتك كل تفاصيلها، واهم شيء انه تربطها بالواقع بيومك هذا. يعني ما تقولهم والله اني مثلا على سبيل المثال متهدد سنة 2012 من كذا فئة، او اني مثلا ابوي انقتل بال2010، اخواني هيش صار بيهم بال2009. لا، نعم احكي هذا الشيء، هو حقيقي اكيد انت مريت بيه، احكيه، لكن بين باي صورة انه هذا الامر قائم الى الان. اعطيهم اثبات، مو الا اثبات نصي او ورقة او صورة، لا، يعني اربط لهم بالاحداث انه هذا الامر ممكن موجود الى هذه الساعة، ممكن هذا الشيء يأثر على حياتك مهددة. هاي شغلة الثانية، حاولوا تحصلون على اثباتات او اوراق تأيد كلامكم، تأيد صحة كلامكم اللي تحكوه. زين، النقطة الثانية والمهمة انه لا تحكي في الشي قبل شي وبعدين تخلص تقول ها ذكرت اكو شغلة بدي اقول لكم اياها، ترى صار فلان شي بفلان يوم. لا، من تقابل لا تروح تقابل هيك عليك يا الله. حط ورقة وقلم واكتب التفاصيل بالتواريخ واحفظها. هذا الكيس مالتك هو اللي راح ينقذك. انت منتظر سنين، لا تضيع. اكو ناس والله العظيم اكو ناس كذبوا. زين، يقول ابو المثل يقول الكذب المصفط احسن من الصدق المخربط. زين، هذا مثل كلش ممتاز بهذا الموضوع. فانت رتب امور بحيث انت تقنع المقابل بامرك، تقنع المقابل انه انت عليك تهديد، عائلتك بخطر، انت متعرض للعنف، انت مرة متعرضة لاي انواع العنف اللي تأثر بالمرأة. تحكين تفاصيل اذا انخطفتي او تعذبتي او تعرضتي للضرب، تعرضتي لاي نوع من التهديدات. زين، اكو هواي نساء دا يطلعون بسرعة من هنا، كلش بسرعة، لكن ايش تحكي هذه؟ تحكي فشي مضبوط ومو مخربط، تحكي تفاصيل تكون واثقة من نفسها. صدقوا اكو ناس حكوا كيسات كلها كذب، هم كل شي ما عليهم. زين، بس جابوا لهم ورقة تهديد، رتبوا لهم فد امر، حبكوا لهم فد حبكة. انا اعرف ناس طلعوا كل شي ما عندهم، عايشين كانوا بالعراق واطباء عندهم شهادات وكل شي ما بيهم، بس ردوا يطلعون لظروف ما معينة ووافقوا لهم وطلعوا. ناس صدق هم خسرانين اهلهم وخسرانين اخوانهم ومتعرضين لتهديد حقيقي بس ما عندهم اثبات، ومسجونين وما عندهم اوراق تثبت انه هم مسجونين. هواي امور. زين، فهاي نصيحتي لكم، اتمنى تاخذوها بالحسبان وتتاكدون من هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي قابلتوا وخلصتوا مقابلة واجاكم رفض، طبعا الرفض يجيك خلال 10 ايام، ما خابروك روح اسأل بالامنيات
مو تسأل هذول الموجودين بالباب أول ما تدخل، لا، قولهم أني مثلا اتصلوا علي، أو عندي أوراق أريد أنطيها، أو عندي شغلة، أو أريد أخذ إذن سفر، أصعد للطابق الأول أو الثاني. هناك أنت شو تسوي؟ تعطيهم الكملك مالتك حتى تعرف حالتك، لأنه بكل الأحوال أحكي لكم إياها بالتمام والكمال، 99% رفض، تمام؟ 99% رفض خلال أسبوع أو أقل. ليش؟ الموظف راح يقول لك والله الموضوع مو من يمنا، من أنقرة. كذب، ما إلها علاقة أنقرة بأي موضوع، الموضوع من يم الأمنيات، هذا اللي قابلك يم الموضوع، والقضية أصلا محسومة ومنتهية. حتى اكو ناس رافضيها قبل ما يقابلون، اكو ناس دقوا عليهم الباب قال لهم انتم مرفوضين روحوا غادروا. فمن تقابل روح اسأل، لا تنتظر شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وبعدين تروح تلقى نفسك انت مرفوض صار لك 6 شهور وأمورك صعبة. نصيحتي روحوا اسألوا، ومو تسألون اللي بالباب، صعدوا فوق استفسروا من الموظفين الأصليين اللي يشتغلون بالأمنيات وبالمقابلات، مو من هذول اللي بالاستعلامات. أبو الاستعلامات ما راح يعطيك حكاية لأن ما يهم الأمر، تمام؟ نصيحتي الأحسن من هاي، دير بالكم تتورطون وتسوون ديلكتشي، هذا اللي يأجلكم 2 و3 أشهر. يعني يقول لك روح سوي عريضة من هنا وجيب لنا إياها، أبد ما تفيدكم، ما راح يعطوكم عليها وقت. أي مشكلة لا سامح الله تصير وياك، ما حد راح يوقف وياك، ما حد، راح تضطر تخلي محامي بكذا مبلغ حتى يساعدك. فأنت من البداية اخصمها وخلي محامي من البداية. المحامي كلش حيساعدك، المحامي راح يوقف وياك بأي شيء تحتاجه، تحتاج إذن سفر، تحتاج حتى مرات تروح الطبيب، زين المحامي يساعدك، مرات يفتحون سكورته، يعني هواي أمور. لا سامح الله صارتكم مشكلة ويا تركي ويا شي بالشغل، زين وانتو باقين، حتى إذا انتو بقائكم 3 شهور وترجعون، 5 أشهر وترجعون، لكن أني أنصحكم بهذا الأمر، زين. ومثل ما قلت لكم اللي بعدكم ما مقابلين قصتكم بالمقابلة رتبوها، لا تروحون عبالكم هيك كل شيء كان. هي الأسئلة بسيطة، راح يقول لك أنت منين ومن عندك بالخارج وليش طلعت وليش تركت العراق، وإذا رجعت أكو تهديد عليك، وإذا قعدت بكردستان أكو عندك مشاكل لو لا، هواي حكي. لكن أنا اختصرت لكم إياها، وأتمنى الفيديو عجبكم ووصلت لكم فكرة زينة، وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.